السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي ردة فعل حسناء. هنشوف مع بعض الفن الجزائري الراقي على ألغام الموسيقى القبائلية في إحدى المسابقات الغنائية. اتفضلوا معايا نشاهد مع بعض ونعلق من خلال الفيديو. يلا بينا. أهلا وسهلا، شو اسمك؟ اسمها فسريلي شو لابسك؟ هذا الزي التقليدي القبائلي الأمازيغي بالجزائر. الأمازيغي بالجزائر. أوكي. حلو قوي. أهلا وسهلا. شكرا. راح نقدم اليوم أغنية من التراث الأمازيغي. الأغاني القبائلية بالخصوص هي أغاني نحس لها بزاف على خاطر ترجعني للأصل تاعي، نحس روحي شكون أنا. ليلى لا نجوى. هيا نسمع نجوى. أنا صوت عجبني نات، واضح صوتك مثل اللون اللي عم تمثليه، لكن شوي النوتات شوي في محلات فيها شو بدك عليه؟ كنت قول انت قبل. مش الحال. لا قول انت قبل. مش الحال. لا قول انت أنا قبل. معجب فيكي جدا يا اسمهان. معجب بشكلك، معجب بصوتك، ومعجب بس بدي أعرف بس شو معناتها الغنية بس. انا ممكن ثانية واحدة عشان بيقولوا الفن يعني يتواصل حتى لو بدون لغات. هي الأغنية دي ليها علاقة بطفولة، في طفلة في الأغنية، في حاجة لما تكبر، في حاجة كده. في بنت. الإحساس وصل، الإحساس وصل بدون لغة وبدون ما نفهم بعض، مش مهم، بس الإحساس وصل. أول ما قلت يا لي دي أنا جسمي أشعر وقلت بس. اسمهان أنا كثير حبيت الصفاء اللي بصوتك. بس ولكن النوتة دي. طيب ليكو أنا تصبحوا على خير. أنا بدي فل، عن جد بدي فل من البرنامج، لأنه أنا قاعدة بين اثنين ما بيخلوني أحكي. ها لا خلاص بتتكلمي عن النوتة. لا بابا لن ولم لا ترجوني بعد لا شوي. يكتمل هذا البرنامج لا بدون. لا شفتي؟ ايوه كده. لا تكذبي. لا عن جد حبيبتي اسمهان، لازم تنقلي من نوتة لنوتة صح، لانه انا بكون عيب يتعيب علي اذا ما بحكي هذا الكلام. أعوذ بالله. اما بقول لك صفاء صوتك حلو، الباقي عند الزملاء المشاغبين. لا دي نصيحة بروفيشنال. حلوة الزملاء المشاغبين دي. المشاغب رقم 1. نعم. المشاغبة رقم 2. انا متحفظة. شو يعني تحفظ؟ يا نعم يا لا. لغاية لما علي يقول. لازم اقول لا. المشاغب رقم 3 بيقول نعم. اوبا. نعم لإلك ونعم للجزائر ونعم لتراثكم كله. وشوفي موضوع النوتات ده واحسميه عشان تحرجي نجوى المرة الجاية تلاقيكي بيرفكت. بليز احرجيني. هاي. أبدأ وأبهرتينا ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أغنية يا جماعة جميلة جدا، تتكلم عن فتاة اسمها غريبة تسكن مع والدها وإخوتها الصغار في أعلى الجبال، تخرج كل صباح للعمل في حقول الزيتون وتعود كل مساء عند غروب الشمس، فتترك الباب أكثر من مرة، فيخاف والدها أن يكون وحش الغابة. بجد يا جماعة أغنية جميلة جدا وكلماتها معبرة جدا. متشكرة جدا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة لحضراتكم.